الناس كلها بتسأل عمال فين أمريكا وليه ما اتدخلتش مع إسرائيل في الحرب ضد إيران؟ خليني أقول لك الخلاصة كلها في دقيقة. إسرائيل دلوقتي في أزمة غير مسبوقة، دفاعاتها الجوية اللي هي القبة الحديدية ما عادتش تنفع، ده طبعا قدام الصواريخ التقيلة بتاعة إيران، والمخزون بتاعها بقى بيخلص بسرعة، كل يوم بيمر بقت بتستهلك صواريخ أكتر من اللي بتصنعها، وده مخلي مدن كاملة في إسرائيل من غير حماية، والغارات الإسرائيلية على إيران ما عادتش بتجيب نتيجة، لا دمرت المشروع النووي ولا وقفت الصواريخ، بالعكس إيران بترد أقوى. برضه ما فهمناش أمريكا ما اتدخلتش لحد الآن ليه؟ تعال أقول لك. أمريكا واقفة مترددة، الضربة اللي أمريكا بتخطط تضربها هو على المشروع النووي، وده طبعا تحت جبل ضخم وعمقه 100 متر، والمشكلة الأكبر إن أقوى قنبلة عند أمريكا مش مضمونة إن هي توصل للعمق ده. هنا الفكرة بقى، لو فشلت الضربة ده هيبقى معناته إن أقوى صاروخ عند الجيش الأمريكي ما قدرش يوصل لهدفه، وده معناه كبير قوي وإن أمريكا هتخسر هيبتها، وطبعا لو دخلت الحرب هتبقى القواعد اللي في الخليج مهدده جدا، وممكن ايران تضربها في اي وقت، وطبعا مضيق هرمز ممكن يتقفل في اي وقت، وطبعا ده لو حصل هيبقى النفط في العالي وهيبقى في ازمه اقتصاديه كبرى. والمشكله الاكبر لما امريكا هتتدخل، روسيا والصين ما هيصدقوا، يعني ببساطه كده امريكا خايفه الضربه الاولى بتاعتها تكون في شنك وهبتهم تنزل الارض ويفتحوا على نفسهم ابواب جهنم، والنتيجه دلوقتي اسرائيل بتنزف وايران بدات تعلن انها دولة نووية. في النهاية المعركة دي مش بس على إسرائيل وإيران، ده دي على شكل العالم اللي جاي، والكل واقف ومستني أول رصاصة هتطلع من أمريكا. السؤال الحقيقي هنا، هل أمريكا فعلا هتقدر؟ في النهاية أنا عمر عيد، سلام.